السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. ان ما كنتيش شفتيني قبل كده، انا صفاء. ما كنتيش لسه اشتركت في قناتي، يلا انزلي وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. النهارده هنعمل بعجينه واحده ومقادير واحده، كلها في البيت. هنعمل مخبوزات هتنفع لعشاء، هتنفع لفطار، هتنفع لسناكس للاولاد، هتنفع للمصيف، هتنفع للاجازات، الرحلات في النوادي، هتنفع لاي وقت انت حباه. هنعمل حاجات بالهوت دوج، وهنعمل ميني بيتزا، وهعمل حاجات بالجبن، بكلها بعجينة واحدة، عجينة هشة وطرية. تعال ندخل الفيديو ونشوف ازاي هنعمل المخبوزات الجميلة دي كلها مع بعض. هبدأ الأول بعمل صلصة البيتزا. صلصة البيتزا، جبت طماطم غسلناها كويس بمية وملح وخل، ونشفناها وقطعتها كده لأنصاف برضو، وحطيتها في الحلة على النار، وهقطعها بالطريقة دي عشان تسهل يعني السوا بتاعها بسرعة. وهحط معاها بصلاية صغيرة، وفصين 3 توم، يعني ده حوالي نص كيلو. طماطم عايزة كيلو براحتك، الكمية طبعا اللي انت عايزاها تحطيها. وحطيت معاها نص بصلاية او بصلاية صغيرة، و3 فصوص توم وزعتر، وهحط ملح وفلفل، وهنسيب من غير مية ولا اي حاجة، هتستوي مع نفسها، ونهدي عليها النار لغاية ما تستوي. قلبتها كده وسبتها تستوي على النار هادية. وهنعمل العجينة، هنجهزها بكيلو دقيق واحد. هحط معلقة خميرة، معلقة كبيرة خميرة، طبعا الدنيا حر فاحنا اللي هتخمر بسرعة، مش هتحتاج كمية خميرة كتير. ومعلقة سكر برضو كبيرة. وهحط الملح، هنحط الملح بعيد عن الخميرة عشان ما توقفش عمل الخميرة. هحط الملح من بعيد، وهحط برضو بيض، هحط بيضتين. عجينة سهلة ومكوناتها موجودة كلها في البيت. حطينا معلقة كيلو دقيق على معلقة الخميرة ومعلقة السكر وحرشة الملح، وحطيت بيضتين، وحطيت معلقة خل. معلقة الخل بتحافظ على البيض من الزفارة بتاعته، وفي نفس الوقت كمان هشاشة المخبوزات جميلة. وهنحط كمان ربع كوباية زيت، وهحط كوباية زبادي صغيرة، يعني حوالي برضو معلقة او معلقة ونص كبيرة، هي الكوباية الصغيرة بتاعت العشاء دي راح احطها عليها. وهنعجن عجينة مية دافية، المية تكون فترة، حتى لو عجنتيها بالمية من الحنفية هتخمر برضو، لان الجو حر وهتخمر بسرعة، بس انا عملتها مية فترة زي دمع العين كده. وهنعجن كل العجين مع بعضه. عايزة تعجنيها عندك عجان تعجني، انا عجنتها برضو على ايدي عشان اللي ما عندهاش عجان. هي عجينة سهلة وبسيطة وتتعجن. غطيها كده بالورق الاسترتش، عايزة تغطيها في فوط المطبخ 10 دقايق، مسافة ما احنا نجهز باقي المكونات بتاعت السندوتشات هتلاقيها خمرت على طول. طبعا استوت صلصة البيتزا، وهضربها بالهاند بلندر، وكمان راح اصفيها. وصلت للمرحلة دي بنخليها على النار الهادية لما توصل تستوي الطماطم كلها، وهنضربها كده بالهاند بلندر او بالخلاط براحتك. بعد كده صفيها، لو مش عايزة تصفيها براحتك، لكن انا صفيتها بالمصفى. طبعا لو مقشرة الطماطم خلاص انت ما تصفهاش، لكن انا ما كنتش مقشرة الطماطم. الطريقة دي جهزناها، وجبت الهوت دوج، جبت ميكس جبن، جبت جبنة موردزيلا، جبنة رومي، عصاج عندي، زيتون، اي شيء عندك في التلاجة، اي حاجة لمي كل بواقي التلاجة وحطيها فيها، هتبقى السندوتشات جميلة جدا. زي ما شفنا العجينة اختمرت وبقت جميلة، اللهم صل على النبي. الطريقة دي هخلع الاسترتش منها، وهنبتدي نشكل فيها. هنعمل الميني بيتزا. اخد كده العجين وهفرده
ونقطع الميني بيتزا. هنعمل كذا شكل زي ما هنشوف مع بعض. رشة دقيق وراح افردها وهنقطعها بالقطاعة، واكون ده الصاج او ارش دقيق واحط عليه الميني بيتزا وهندهنها ونحط عليها اللي احنا عايزينه من الحشوات. اي حشو انت تفضليه ويحبوه اولادك حطيه. جميلة جميلة في العشاء، جميلة بين الغدا والعشاء، في الفطار الصبح، الأولاد رايحين النادي، في المصيف جميل جدا كمان في المصيف. هتجربيها العجينة دي سهلة وبسيطة، وانا عملتها قبل كده ولقيتها عجبت كتير، فانا حبيت اكررها تاني عشان ان انتوا تستفادوا بيها لأجازات المصيف. والأجازات ابتدت، كل سنة وانتوا طيبين. الطريقة دي هرصها كلها. دهنت طبعا الصاج او ترشيه دقيق، لكن انا دهنته دهن خفيف، دهنة زبدة، سمنة، زيت، المادة الدهنية اللي انتي عايزاها. وطبعا مشغلين الفرن على درجة حرارة 200. المخبوزات اعلى درجة عندك 200 او 250، ما بتقعدش اكتر من 10 دقايق وبتستوي كده. وبعد كده هندهنها وهنحط الحشوات وهنعمل شكل كمان تاني. اقطع كده من جزء من العجينة، اخدها واحط كور كده بالطريقة دي. اشكل الكور كلها وبعد كده نبدأ باول كورة احنا بدأناها، عشان كل العجينة ما ترتاح كل ما تديكي نتيجة افضل. هنشكلها بالطريقة دي. وهبدأ بأول كورة أنا عملتها ارتاحت العجينة، هنفردها. حتى لو فردناها بإيدينا هتتفرد على عجينة هشة وجميلة زي ما احنا شايفينها مع بعض. فردتها كده وهنبتدي نشكل فيها. اول فردة فردتها عملت الكور وبعد كده فردتهم، فكل واحدة بترتاح وبناخد اول واحدة احنا بدأنا بيها نشتغل فيها. جبت كده هنعمل سندوتش البيتزا. حط الحشوة اللي انت عايزاها، جبن عالصاج، عايزة تحشيها بالهوت دوج، عايزة تحشيها بجبن، بس عايزة اي حشو انت تفضليه حطيه. بس انا بوريكي طريقة سندوتش. المفروض ادهن العجينة كده قبل ما احط الجبن، لكن انا نسيت وحطيت الحشو على طول، فانا دهنتها برضو هتاخد الطعم. وفي الفطيرة التانية هندهنها الاول، بس ما نكترش نحطش طماطم، حتى عشان لو اتركنت ولا حاجة تكون مع الاولاد في الشنطة على البحر في الخروج، بحيث ان الطماطم برضو الجو حر ما افضلش ان انا احط طماطم. حطيت فلفل، حطيت زيتون، وهنفتحها كده من على الجناب. طبعا الصورة شرحة نفسها، انا هسيبك تشوفيها ازاي بعملها.
حطيناها كده برضو، ركناها شوية. ودي دهنت بقى الفطيرة التانية، دهنتها الأول بصلصة البيتزا. لو انتي مش عايزة تدهني صلصة بيتزا جواها، عايزة تحطي الجبن اللي هي الكريمي برضو حطيها، حاجة ترجعلك. وهحط برضو الحشو وهفتحها من على الجناب، وهنلفها زي الايه، زي الضفيرة بالظبط، تدي شكل حلو وجميلة. بتبقى احلى بكتير من السندوتش، من البيتزا نفسها اللي هي مسطحة بالطريقة العادية اللي احنا متعودين عليها. السندوتش كده بيدي جمال للبيتزا. كمان هنعمل سندوتشات الهوت دوج برضو بالطريقة دي، لفتها وفتحتها من الحروف وهنلفها، بتدي شكل حلو خالص. وهشيل برضو الزيادة. وقسمت كمان الهوت دوج، لقيته عريض فانا قسمته نصين، يعني ممكن تعمليه الواحدة كاملة او نصين برضو بنفس الطريقة. وهنعمل السندوتشات اللي هي كاملة بالهوت دوج والجبن، وشكلناها بالطريقة دي الضفاير الهوت دوج. وكمان عملنا الميني بيتزا برضو هندهنها، ندهنها بصلصة البيتزا ونحط الحشوات اللي احنا عايزينها. كانت في الفترة دي انا مشغلة الفرن على درجة حرارة 200 وابتدينا نسوي فيها. وكده هدخلهم الفرن. برضه هنعمل اشكال تاني بالهوت دوج بالطريقة دي، هنعملها على شكلين. هاخد نص من هنا ونص من هنا، او الواحدة كاملة برضو لو حابة تحط الواحدة كاملة، والفها زي ما احنا شايفينها كده، لفة عليها زي السندوتش مع بعض على شكل النضارة بالطريقة دي. وهنقسمها، هقطع الزيادة من العجين. عملنا اشكال كتيرة، واختاري الشكل اللي يريحك واللي عايزة تعملي كل الاشكال اعمليها. انا عطيتك فكرة، ولو جربتيها هتعجبك. ولو وصلت معايا للحظة دي في الفيديو، ما تنسينيش في اللايك ان عجبك، ما تنسينيش في اللايك، وشيريه لكل احبابك واصحابك يستفادوا منه زي ما انت استفدتي. الطريقة دي الشكل جميل ورائع. حطه برضو في الصينية، وبرضو هحطه في قوالب الكب كيك، وهحط في قوالب التوست. يعني الحاجة اللي تريحك حطي فيها. 3 حاجات حطيت فيها تدي كل شكل بشكل جديد. الشكل اللي في الصينية غير الشكل اللي هو في قالب التوست، غير الشكل اللي في قوالب الكب كيك، فيبقى جميل جدا. كمان جزء انا هدهنه برضو بصلصة البيتزا، حط كده واحط معاها جبن. في نوع حطيته من غير جبن، وفي نوع عملته بالجبن، وهشكله مع بعض بالطريقة دي بنفس الطريقة، بس زودت اللي هي صلصة البيتزا والجبن. وهنقطعه وهنحط كده. عايزة تعمليها برضو سادة اعمليها.
الشكل جميل. هعمل كمان واحدة بس، وهنعملها في قوالب الكب كيك مع بعض. الطريقة دي في قوالب الكب كيك بتدي شكل حلو جدا، بتبقى سندوتش رائع ويبقى شكله جميل زي ما شفناه في الاول، وهتشوفيه بعد برضو ما استوى. شكلها جميل جدا. ووريتك برضو ادي اللي في قوالب التوست، نفس الفكرة اللي حطيناها في الصينية حطيت زيها برضو في قالب التوست، بتبقى قالب توست وبتتقطع عن بعض. جميلة جدا في النادي مع الاولاد على البحر، جميلة جدا. تانية كده وهندهنها برضو، دهنتها بمعلقة لبن بودرة ومعلقتين وربع كوباية مية، ودهنتها. عايزة تدهنيها برضو بصفار البيض برضو براحتك، ورشة كده فانيليا عليها او معلقة خل. هندهن كل المخبوزات بالطريقة دي. ادي كده هندخلها الفرن. سيبناها طبعا 10 دقايق كمان بعد التشكيل عشان تختمر وتدي نتيجة افضل. هي مسافة ما نخلص التشكيل هتكون هي اختمرت على طول. دهنتهم كلهم بالطريقة دي. وعملت برضو شوية زي الكايزر، خدتهم اللي شكلتهم كور الاول، خدت منهم وعملتهم كايزر فاضي برضو، بحيث ان احنا لو عايزة تحشي فيهم اي حشو برضو تحشيها فيها. وارشهم بالسمسم وحبة البركة يتفتحوا برضو ويترشوا بالطريقة دي. عملته قبل كده معاكي في حشوات كتير، وبرضو عملته في فطار العيد كان جميل جدا، اللي هو الميني كايزر بيدي نتيجة حلوة جدا. وكده دخلناه من الفرن وطلعناه جميل جدا. شايفة الاشكال حلوة وافكار كتيرة، افكار كتيرة. ادي اللي فيه الهوت دوج برضو، سندوتش الهوت دوج، وبرضو عملنا ادي الميني بيتزا وسندوتشات اللي هي البيتزا برضو بطريقة حلوة وسهلة وجميلة. اول ما نطلع المخبوزات، اي مخبوزات نطلعها لازم نغطيها برضو بفوطة نضيفة من تحت المطبخ، بحيث تخليها طرية وهشة. شو هشة ازاي وحلوة وجميلة. كل ده بكيلو دقيق واحد عملنا كل المخبوزات الحلوة اللي احنا شفناها مع بعض. ويا رب اكون عطيتك فكرة للسندوتشات بحيث تعمليها للاولاد في الاجازات بتاعتهم، ويا رب تجربيها وتعجبك. ونجربتيها وعجبتك ما تنسينيش في اللايك والشير واشتراك في القناة.